عندك مشكلة مع مديرك وحاسس دايما ان في توتر ومفيش ثقة؟ تعال هقولك 5 حاجات تقدر تغير بيهم العلاقة دي، واهم واحدة فيهم رقم 5 لانها غيرت حياتي. 1، سهلة وبسيطة، احترم مواعيدك في الوصول وفي تسليم الشغل، ده بيعكس انك شخص يعتمد عليه وبيحترم وقت غيره. 2، لازم الشغل اللي تسلمه يكون دقيق ومنظم، شغلك اللي بتسلمه ده بيبني صورتك قدام المدير، فلو مش صح وهيفضل يراجع وراك سطر سطر عمر ما هيكون فيه ثقة. 3، ما تتهربش وخليك واضح، لو مش فاهم اسأل، اوعى من قدامه تتفق معاه او تقول حاضر على حاجة وتيجي من ظهره وتتكلم عليه وتقول ده مش فاهم، الكلام بيوصل له. المدير مش منتظر منك انك تكون مثالي، هو عايز انك تكون ترانسبيرنت وبتتعلم. 4، لازم تطلب فيدباك بطريقة كاجوال، كل مرة تتقابل معاه تسأله الدنيا ماشية ازاي، هل في اي حاجة تحب اركز عليها او اطور منها، ده هيخليه يكون مرتاح ومش قلقان انه يديك فيدباك لانك دايما بتطلبه وبتبين انك عايز تتعلم وتتطور. 5، ودي اهم حاجة، غير نظرتك للمدير وخليه عميل. ولو عايز تمنع المايكرو مانجمنت من مديرك لازم دايما تديله برو اكتيف ابديتس تكون سابقة سؤاله عن الشغل. المدير مهم جدا ما يكونش عنده بلايند سبوتس، ولو انت اللي هتحميه من كده هيثق فيك وعلاقتكم هتتغير تماما. صدقني لو بدأت تفكر ازاي اخلي حياة مديري في الشغل اسهل هتروح في حتة تانية. اهم حاجة الثقة مش مستحقة وهتيجي تصرفات ذكية منك. ابدأوا بالخطوات دي وشوفوا الفرق بنفسكم. اكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي عملتوها قدرتوا تكسبوا بيها ثقة مديركم، وبعتوا الفيديو ده لزمايلكم اللي عندهم مشاكل صعبة في الشغل. Let's know more.